كشف محمد الشاعر المدير التنفيذي لشركة ذا بيسمنت ريكوردز للإنتاج الفني عن تورط الفنانة شيرين عبد الوهاب في قضية قانونية تتعلق بتهمة السب والشتم. وأوضح المستشار صبحي جمال محامي محمد الشاعر في بيان صحفي أن النيابة العامة استمعت لأقوال محمد الشاعر وطلبت تقريرا فنيا من وزارة الداخلية للتحقق من صحة الاتهامات. وأشار المحامي إلى أن النيابة العامة قد وجهت استدعاء لشيرين عبد الوهاب لمواجهتها بتقرير الفحص الفني وأقوال محمد الشاعر وتحقيقات الشرطة، ولكنها امتنعت عن الحضور بسبب ادعائها إصابتها بفيروس كورونا. من ناحية أخرى، نفى ياسر قنطوش محامي شيرين عبد الوهاب الأنباء التي ترددت حول إصابتها بفيروس كورونا، مؤكدا أنها بحالة جيدة. وأكد أن الادعاءات المتداولة بشأن إصابتها تماما عارية عن الصحة. وأوضح قنطوش في بيان صحفي أن شيرين عبد الوهاب قد قامت بتقديم العديد من البلاغات ضد محمد أسامة الشاعر في نيابة الدقي، اتهمته فيها بالاستيلاء على صفحاتها الرسمية والتربح منها. كما أشار إلى أن الشاعر قد قدم بلاغا ضدها في محاولة للضغط عليها وإجبارها على التنازل عن القضايا.